الدفاقي. ريتاريني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. أن تزور السودان في هذا الوضع الاستثنائي العصيب الذي يمر به وأن تتوجه إليه برا لهو أصدق دليل على موقف ثابت ومبدأ لا يتزحزح لإريتريا حكومة وشعبا تضامنا مع الشعب السوداني وحكومته. وصدقا قال الرئيس سياس أفورقي عند انطلاقه عبر الحدود بأن هذه الزيارة هي لتأكيد المؤكد من الحكومة والشعب الإريتري تجاه السودان في ظل الظروف التي يمر بها وسبل تجاوزها. انطلاقا من ذلك توجه فخامة الرئيس سياس أفورقي إلى جمهورية السودان في زيارة عمل رسمية بناء على الدعوة الموجهة إليه من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وكانت الزيارة عبر الطريق البري يوم الجمعة 28 من نوفمبر المنصرم. ريتاريني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به الجيد الراقي. يا عقد المرمر يا تاجا يزدان اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. يا عقد المرمر يا تاجا يزدان بعجيد. وقد وصل فخامة الرئيس سياس أفورقي إلى العاصمة الإدارية بورسودان في تمام الساعة 2 ظهرا بعد رحلة بالبر استغرقت 7 ساعات. وكان في استقباله في مدخل مدينة بورسودان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان والوزراء وعدد كبير من جماهير مدينة بورسودان، وهي تهتف للعلاقات التاريخية بين إريتريا والسودان. هل تذكري أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان؟ هل تذكري أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان؟ إذ كان الشوق له قصة ما دندن حس الفنان. ريتاريني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. هل تذكري أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان؟ أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان. إذ كان الشوق له غصة ما دندن حس الفنان. ريتاريني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب.
والقاش الصامد ودعنا في جوف الصمت جراحا والقاش الصامد ودعنا في جوف الصمت جراحات مقسم بنضال أريتريا وبكل شهيد غد مات ريتا ريدي اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. وفي عصر السبت 28 من نوفمبر استقبل السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الرئيس سياس أفورقي في قصر الشرق بمدينة بورسودان، وأجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى القصر. وعقد رئيس مجلس السيادة جلسة مباحثات مع الرئيس سياس أفورقي في قصر الشرق بمدينة بورسودان تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل على تفعيل مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات بجانب القضايا الأمنية والعلاقات الاقتصادية والتجارية. استعرض الجانبان التطورات الراهنة للأوضاع في السودان في ظل الظروف الحالية، وتبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وأكد الجانبان عزمهما الراسخ على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة ودفعها نحو آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية التي تلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، وشدد على عمق الروابط التاريخية، وأكد حرصهما على تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وعبر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن تقديره العميق لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفا بأنها استراتيجية، مؤكدا حرص السودان على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب. وقدم رئيس مجلس السيادة شكره وتقديره للرئيس سياس أفورقي على زيارته للسودان. من جانبه أكد الرئيس سياس أفورقي موقف إريتريا المؤيد لوحدة السودان واستقراره وصون مكتسبات سيادته، مشيرا إلى أزلية العلاقات بين الشعبين، وشدد على رفضه لأي تدخلات خارجية. وأكد الرئيس في اللقاء بأن هذه الزيارة تأتي لتأكيد المؤكد من موقف إريتريا الثابت والمبدئي تجاه السودان، ورسالة دعم للشعب السوداني والمجلس الانتقالي الذي يتحمل مسؤولية بقاء السودان مستقرا وموحدا. وفي إطار الزيارة التقى الرئيس سياس أفورقي في مقر إقامته في قصر الضيافة بالعاصمة الإدارية بورسودان مساء ذات اليوم برئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس، وتباحث معه حول مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والعلاقات الثنائية. وأكد الرئيس سياس أن زيارته للسودان تأتي لتأكيد تضامن إريتريا مع الشعب السوداني، وأنها ستبذل جهدها في سبيل تجاوز السودان لأزمته الحالية. بدوره أكد رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس أن الشعب السوداني ينظر بعين الفخر والاعتزاز لموقف إريتريا التاريخي ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني. يا عقد المرمر يا تاجا. كما التقى الرئيس سياس بحاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ودكتور تيجان السيسي كلا على حدة، وتباحث معهم حول مجمل الأوضاع في السودان وسبل إنهاء الأزمة الحالية. يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به الجيد
قد قادرها فخامة الرئيس إسياس أفورقي العاصمة الإدارية بورسودان بعد اختتام زيارة عمل رسمية للسودان استغرقت يومين، وكان في وداعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السودانية في مشارف المدينة. اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. هل تذكري أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان؟ هل تذكري أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان؟ إذ كان الشوق له قصة مدندن حس الفنان. وقد عاد الرئيس إسياس أفورقي إلى البلاد بعد ظهر يوم الأحد 29 من نوفمبر المنصرم عبر الطريق البري طوكر قرورة، وكان في استقباله لدى وصوله بلدة قرورة الحدودية العقيد أحمد محمد علي رئيس هيئة أركان القوات البحرية المؤقت وأعيان البلدة. أقسم بنضال أريتريا وبكل شهيد غدما. ريتا ريدي اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. 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 يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به جيد الراكي. يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به جيد الراكي.